الحوار مع الأسرة. طيب كان في كلمة اسمها فن، صح؟ ولا أنا قاريها غلط؟ فن الحوار. هو الحوار ده فن؟ طب نسأل سؤال تاني. هي إيه فنون الحياة؟ إيه فنون في الحياة؟ فن إيه؟ فن؟ لا غير الحوار، في فن الطبخ، صح كده؟ فن الطبخ. في فن إيه تاني؟ فن الموسيقى، صح؟ فن الرسم. في إيه تاني؟ وفي فن الحوار احنا بنتكلم فيه. انا قصدي كلمه فن دي يعني ايه فن؟ فن التعامل مع الناس، صح؟ لكن انا قصدي كلمه فن يعني ممكن نتعلمه. يعني انت بتقارن فن الحوار زي فن الموسيقى، زي فن الرسم، زي فن السواقه. مش بيقول لك السواقه فن وذوق وهندسه. كلمه فن انا قصدي اقول اركز عليها انها حاجه نحن نقدر نتعلمها. احنا ما بنتولدش بيها. لما نقول فن الحوار في الاسره حاجه ايه زي كتالوج كده، ان شاء الله النهارده ايه نتكلم فيه مع بعض ونفك اللوغاريتمات بتاعه. طيب اول حاجه نبدا بيها 5 نقط تدي تفاهم وتناغم زوجي. هنحفظهم ونخلص منهم على قد ما نقدر. 1 فن الحوار، خلاص. 2 احترام الرأي الآخر. ماشي؟ ركزوا معايا عشان هنمشي النقط دي ما نتوهش من بعض. 3 الموضوعية في الحوار. يعني ايه الموضوعية؟ يعني وانا بتناقش مع شريك حياتي اهتم بالموضوع اللي انا بناقشه. مش بهتم انا رأيي او هو رأيه يبقى احنا الاثنين ايه؟ بنناطح في بعض. خلاص؟ يبقى فن الحوار، احترام الرأي الآخر، حاجة اسمها الموضوعية في الحديث. 4 فن تاني اسمه فن التعامل مع المشكلات. يعني لما تجيلي مشكلة بيني وبين زوجي دي محتاجة فن، محتاجة فن، محتاجة طريقة، محتاجة طريقة. 5 حاجة خطوات حل المشكلة. لما تيجي مشكلة بيني وبين زوجي في خطوات كده معينة نمشي عليها عشان نحل المشكلة. حفظنا ال5 نقط ولا أقولهم تاني؟ هقولهم تاني بسرعة. 1 قولوا ورايا فن الإنصات. قولوا ورايا فن الإنصات، احترام الرأي الآخر، الموضوعية في الحديث، التعامل مع المشكلات، خطوات حل المشكلة. خلاص؟ 5 حاجات يعملوا ايه؟ تفاهم وتناغم زوجي. وده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين علاقتي تبقى بزوجتي جميلة، فيها تناغم، فيها كده ايه؟ قرب من بعض. خلاص؟ 5 نقط ممكن يكونوا هم دول اللي احنا منتظرينهم، ممكن يكونوا دول هم ايه؟ اللي احنا بندور عليهم، وممكن لا. كل واحد ايه؟ هنمشي مع النقط كده ونشوف هيوصلونا لحد فين. اول حاجه احنا قلنا فن الحوار ده اتيكيت بنتعلمه في الحياه. احنا ما بنتولدش بنعرف نتكلم ونعرف نتحاور. في واحد بتاع مبيعات بيبيع، يعرف يبيع ويخلص حاجه ليه؟ بيعرف يتكلم، بيعرف يبيع الحاجه بتاعته، صح؟ ايه؟ بيبيع كلام. احنا مش قصده بيبيع كلام، لكن هو شاطر في الحوار. خلينا نتكلم ايه؟ هو بياع كلام بس شاطر، بيعرف يسد في الكلام وايه يقدر يبيع. وفي واحد بياخد نفس المأمورية وهو ما بيعرفش ايه يخلصها. فإذا فن الحوار ده فن بنتعلمه على مدار الحياة، وفن مكتسب. واحنا بننصح المتزوجين حديثا والقدامى المحاربين اللي هم زينا واللي داخلين الزواج يقروا عن الموضوع دوت علشان يكتسبوه بالممارسه. وفي تريكات صغيره كده لو اتعلمناها مع بعض بنبقى نعرف نقود او نعرف ندير فن الحوار. طيب كيف أتعلم فن الإنصات؟ ممكن تساعدوني؟ يعني إزاي الواحد يتعلم الفن ده؟ وأنا هقول بس لو في حد عنده فكرة يقول لي. كيف؟ اتفضلي. الحوار متبادل، أخذ وعطاء. برافو. دي أول نقطة، دي نقطة حلوة جدا في فن الحوار، فن الإنصات. إيه تاني؟ مشاركة. يعني نفس اللي قاله التصوني، مشاركة في الكلام. اخد ودي واخد، ما بقاش ايه؟ مونولوج، ما بقاش انا اللي بتكلم وعايز كله ايه؟ يسمعني. دي مهمة. ايه تاني؟ اتفضل. احترام الرأي الآخر. برافو.
يبقى انا في الانصات بحترم الراي الاخر. ايه تاني؟ اتفضل. الحوار مع الله. طبعا قبل ما اتكلم اخش في اي حوار بطلب معونه من ربنا علشان ربنا يديني الحكمه ان انا اعرف اتعامل واتحاور. برافو، كويس جدا. ايه تاني؟ الله عليك، الله عليك. يعني في وقت انا هتكلم ووقت انا حنصر. برافو، دي حته مهمه جدا وهنركز عليها. هنقول حاجات للشخص اللي بيتكلم بيراعيها وحاجات للشخص المنصت يعملها. حلو قوي قوي قوي. انتوا كده ايه دخلتوا في الموضوع من قبل ما انا اخش. اول حاجه عايز اكد عليها ان في فرق بين الاستماع والانصات. تاني، في فرق بين ان انا اسمع وان انا انصت. ايه الفرق؟ ايوه انا بسمع راديو، الراديو شغال وانا بسمع، لكن انا انصت لتصوني. انصت يعني ايه؟ اديها مركز، عينيا في عينيها ومركز علشان ده بقى اسمه ايه؟ الانصات. يبقى احنا مفرقين دلوقتي لما اجي اتكلم مع زوجتي او اجي اتكلم حتى مع مديري في الشغل، في فرق بين ان انا اسمعه وفي فرق ان انا ايه؟ انصت له. خلاص؟ دي اول نقطه. فاللي بينصت عينيه ما بتتوهش عن اللي بيكلمه. يبقى انا لما اجي اول قاعده اعمل اي كونتاكت، يعني ايه؟ ابص في عين اللي قدامي وهو ايه؟ بيكلمني. لما زوجتي تكلمني او لما زوجك يكلمك يبقى هسيب الباميه اللي انا بقمعها وهبص له واهتم بيها. حضرتك بتكوي، زوجتك جت تكلمك هتسيب المكوى وايه؟ تبص لها وتهتم بيها. يبقى دي اول قاعده في الانصات. يعني ما قطعوش في الكلام. دي النقطة الثانية اللي أنا لسه هتكلم عليها، إن أنا بقى أتفاعل كمان إيجابياً مع اللي بيكلمني. يعني هو بيكلمني كذا كذا كذا، أقول له إيه؟ أنت قصدك كذا كذا؟ يبقى أنا ببين له إن أنا إيه؟ متصل معاه وإيه؟ في لينك معاه على نفس الموضوع اللي هو بيكلمني فيه. مش أنا بكلم هو مثلا مدامك بتكلمك عن ابنك وأنت بتكلمك عن الشغل، لا، إحنا هنخلص موضوع الولد وبعد كده نخش في موضوع الشغل. يبقى إحنا كده إيه؟ متصلين إيجابيا في نفس الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. كمان اللي بينصت لا يتسرع بالحكم على الشخص التاني. يعني زوجك جاي يكلمك في موضوع وانت اتكلمتي فيه معاه قبل كده، مش انا قلت لك الراجل ده يبعد عنه، الشخص ده يبقى انت ايه؟ حكمتي من قبل ما زوجك يخلص الكلام ويسترسل في الحديث. يبقى اذا من ينصت لا يتسرع بالحكم في الحديث على المتحدث. مثلا هي جايه تحكي لك عن ابنك في موضوع معين، مش انا قلت لك ان الولد ده مستهتر وهو غلطان في كذا وكذا، يبقى احنا كده ايه؟ حكمنا. يبقى احنا كده قطعنا حبل التواصل اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نعرف ازاي ناكل وندي مع بعض من غير ما نطلع في اللقاء متخانقين او في اختلاف في وجهات النظر. يبقى اول حاجه بدي اهتمام مركز بالعين. تاني حاجه بأتفاعل ايجابي، يعني باخد وادي في نفس الموضوع اللي بتكلم فيه. تالت حاجه ما احكمش واتسرع بالحكم من قبل ما الايه؟ الحديث يكمل. كمان اللي بينصت بقلبه وبمشاعره. ما يبقاش ايه؟ زي بيفض جلسه وخلاص، طب خلصي اخلص من جوه كده، تبقى انت ايه؟ هات من الاخر. لا، احنا عايزين يبقى حديثنا مع بعض شيق وجميل وفي متعه، بناخد وندي مع بعض من غير ما نختلف مع بعض. اخر نقطه دي خطوات تعلم فن الانصات. ده زي ما بيقول الكتاب، هينفع ده مع مديرك في الشغل، هينفع مع ابنك اللي في مرحله المراهقه اللي بدا عايزك تتكلم وتاخد وتدي معاه، هيسمع مع بنتك اللي دخلت جامعه وعايزه حد يفهمها بدل ما تلاقي حد بره يفتح لها ودنه، تبقى ايه؟ يبقى انت فقدتي ايه؟ التواصل معاه. ينفع مع زوجتك، ينفع مع اي حد. دي قواعد فن الانصات عموما. اخر نقطه، بدي حرية للشخص الآخر إن هو يتنفس ويخرج اللي عنده. ماشي؟ 5 نقط حلوين، أنا مش هجربهم تاني عشان في نقط مهمة تاني كمان في واحد يقول لك إيه؟ لما أنصت أنا مش هتكلم خالص، عشان لما بتكلم بيحصل مشاكل. لا، فن الإنصات يعني بنصت وبتكلم مش معناها إن أنا إيه؟ هبقى أنا ساكتة خالص، لا.
لازم ابين ان انا بايماء بالراس او باهتمام بالموضوع او مشاركه في نفس الموضوع، ان احنا على لاين واحد. فالصمت التام يعني تجاهل المتحدث، يعني انا لو سكت خالص يبقى انا مش مهتم بالموضوع اللي بيتقال. تفاعل المنصت مع المتحدث بيسري الحوار، يعني بيحسس زوجك ان انت مهتميه بيه ومهتميه بالموضوع، فيبتدي يتكلم اكتر ويفتح معاكي اكتر. لما انت برضو تنصت لزوجتك هتخليها ان انت مهتم، تبقى تفتح لها مجال انها تفتح قلبها ليك اكتر واكتر. نفس الكلام مع اولادنا، خصوصا في فتره المراهقه واللي دخلوا الجامعه، هم محتاجين فن الانصات ده يبقى احنا بنعرف نمارسه معاه كويس جدا. يعني بيقولوا كمان اذا كان في محبه موجوده فهيكون الوقت ده النقد موجود مقبول. يعني يعني لو انا سمعت وفي حته كده لما جالي دوري في الكلام وانتقدت فيها زوجي او انتقدت زوجتك، هتبقى مقبول ان نبقى بنتكلم، لكن مش من اول الحديث اقول لك انت غلطان او من اول الحديث اقول لك انت غلطان. بيقولوا الانصات دواء شافي في الحياه الزوجيه. ليه؟ اللي بيتكلم بيطلع مشاعره واحاسيسه ومضايقته، ودور المنصت في الوقت ده ان هو يخفف عنه. فاحنا لو احنا اتعلمنا ان احنا ننصت لبعض وكل واحد يطلع مشاعره والحاجات اللي مضايقاه والتاني يسمعه، هيبقى دواء شافي للطرفين، للي بيسمع وللي بينصت. لأن كل واحد هيحس باهتمام الآخر، يعني اللي بيتكلم هيحس إن المنصت مهتم بيه، وفي نفس الوقت لما هو ينصت والزوج الطرف الثاني يتكلم هيحس إن ده مهتم بيه، فده حاجة اسمها دواء شافي في الحياة الزوجية. بدون إنصات لا يوجد تفاهم أسري. خلينا بقى كده متفقين، من غير لما اتعلم ان انا انصت الطرف الاخر هيبقى في مفيش تفاهم اسري. مهدي اسحاق قال جمله جميله جدا جدا تسري الكلام اللي احنا بنقوله. يقول لك يلزمنا ان نعرف متى نصمت ومتى نتكلم وكيف نصمت وبماذا نتكلم. يعني الحكمه في الاستماع والانصات دي حاجه حلوه قوي 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 بنتعلمها بالايام وبالتجربه وبالممارسه. هنقول شويه نصايح للشخص اللي بيتكلم وشويه نصايح للشخص اللي بينصت علشان الحوار بتاعنا يبقى ايجابي وجميل، يبقى حاجه كده جميله تفرحنا احنا الاثنين. طب ايه بقى النصايح؟ الاول هنقول نصايح وارشادات للشخص اللي بيتكلم. يجب على المتكلم ان يتحدث عن نفسه وعلى مشاعره وعلى افكاره ووجهه نظره. يعني انا لما ابدا كلامي ما اقولش انت وانت واولادك ومش عارف انام تبدا بنقد، مش ده اللي احنا عايزينه. تقول انا تعبان، انا محتاج انام، من فضلك نخلص انام شويه ولما نصحى نتكلم مع بعض. يبقى انت قلت اللي انت تعبان واللي انت عايزه من غير لما تجرح في الطرف الاخر. لو احنا اتعلمنا ان لما نيجي نتكلم على مشاعرنا وافكارنا واحتياجاتنا، هتلاقي الطرف الثاني اهتم وسمع وكمان تعاطف، هيتعاطف مع الموضوع، بدل ما نبدا يقول انت وحضرتك تقولي انت، يبقى احنا كده دخلنا في خناقه مش هنخلصها. اتفضلي سومي. ده تجريح. لكن لما كل واحد يبدا يقول انا اشعر بيه، انا محتاج الى، من فضلك انا عايز كذا كذا، يبقى احنا كده وصلنا اللي احنا عايزين نقوله بطريقه مختلفه، بطريقه ما تجرحش الطرف الاخر، سواء الزوجه الكلام ده ينطبق عليها او الزوج لما تبقى انت عايز تعبر عن اللي انت محتاجه. يبقى تقول شعورك وتقول احتياجك وكمان تقول طلبك، يبقى اللي انت عايزه كله عملته، بس بصوره مختلفه بطريقه مختلفه. على المتكلم ان لا يهاجم الطرف الاخر ولا يحلل دوافع الاخر او يقرا افكاره. يعني ساعات احنا لما نيجي نتكلم اولا اصل انت قلتي الموضوع ده قبل كده، اصل مامتك، اصل اختك، تبتدي تحكم على المواضيع وتفكر فيها من قبل ما تسمع الموضوع. فبرضه ده يعمل يفصل الشخص الثاني ان هو المستمع ان هو يكمل استماعه، وبرضه تبقى قامت المشكله، يبقى احنا ما عملناش حاجه. يبقى الاول هتتكلم عن مشاعرك وافكارك ووجهه نظرك، وممنوع ان انت تحلل او تقرا افكار الاخر من قبل ما يتكلم. طيب الشخص المنصت بقى
الزوج بيتكلم، اللي بينصت يعمل ايه؟ يقوم بشرح ما فهمه من الحديث، يعني يعمل ملخص. لما بتروح كده عند محل مشهور زي ماكدونالدز مثلا، تقول له ايه؟ انا عايز واحد برجر وبطاطس وحاجه ساقعه بيبسي. فيقول لك انت عايز برجر دبل تشيز او حاجه ساقعه. ليه؟ هو بيكرر اللي انت قلته، هو بيأكد الاوردر، لكن في نفس الوقت انت بتحس ايه؟ ان انت اتفهمت، بتحس ان الراجل ده هيديك طلبك مظبوط. فحضرتك لما تكرر على زوجتك اللي هي قالته، يبقى انت بتأكد ان انت فاهمها. وحضرتك لما تأكدي بعض كلمات من اللي قاله زوجك، بتحسسيه ان هو ايه؟ اللي قاله ده اتفهم وانت ماشيه معاه على نفس الخط. فدي على الشخص اللي بينصت يكرر او يقول ملخص اللي فهمه للشخص الطرف الاخر، علشان يحس الطرف الاخر ايه؟ انه مفهوم. وكمان الشخص المنصت لا يقوم، اللي بيسمع لا يقوم باي انواع من النقد، لان المجال ده مش وقته دلوقتي. احنا مش وقت ان احنا ايه، الشخص التاني بيتكلم مش الوقت ان احنا ايه ننتقد ونقول له انت غلطان او الموضوع ده غلط او كده. الدور ده هيجي لما يجي دورك في الكلام، لكن برضه هتقوله بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، انا اشعر بيه، انا محتاج الى، وتقول انا عايز كذا كذا كذا. وده اللي قاله معلمنا يعقوب، قال ايه؟ اذا يا اخوتي الاحباء، ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الايه؟ في الغضب. يعني الكلام الانجيل بتاعنا قايل فنون الانصات من زمان، من ايام يعقوب الرسول. ليكن، نقول مع بعض، ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا ايه؟ في الغضب. لو احنا مسكنا سيبك من اللي انا قلته كله، لو احنا بس نفذنا الايه، احنا عملنا فن الانصات اللي مغلبنا واللي تعبنا، وكل بيوتنا اللي فيها مشاكل دي هنستمع وننصت حلو ونقلل الغضب بتاعنا، يبقى ايه؟ كل مشاكلنا ايه؟ اتحل. احنا خلصنا دلوقتي اول نقطه اللي هي ايه؟ فن الاستماع والانصات. صعب؟ سهل خالص، وتلاقيك انت ممكن تعمله مع مديرك بالتلقائيه، بتنصت له وبتكرر اللي هو قاله وبتجامله. طب ما تعمل كده مع زوجك. ممكن انت تعملي كده في شغلك، لكن تيجي عند الزوج هتلاقي ايه؟ المدافع اللي بينكم. طب ليه؟ ممكن نعمل كده مع ابني، اديله اهتمام مركز، ابص له في عينه واحسسه باهتمام واكرر اللي هو قاله، انت عايز كذا كذا. طب ده ينفع دلوقتي؟ طب احنا بنذاكر، طب ممكن نفكر في الموضوع بطريقه. يبقى احنا ايه؟ بنجري حوار بيننا وبين اولادنا، وبنجري حوار بيننا وبين ازواجنا، علشان ايه؟ من اجل السلام الاسري، من اجل التفاهم والتناغم الاسري. النقطه الثانيه اللي هعدي عليها بسرعه، احترام الراي الاخر. انتوا قلتوها ودي نقطه مهمه. هقول 7 نقط بسرعه تبين ان انا بحترم الراي الاخر. اول حاجه في احترام الراي الاخر، ان انا باخد راي شريكي ماخذ بالجديه واهتمام. وزي ما احنا قلنا ان انا اكرر كلمه او جمله اودي ايماء بالراس، بتبين ان انا ايه؟ مهتميه بالحديث. تاني حاجه، ما بستعملش تعبيرات لاذعه في التعليق على راي الشخص الاخر. يعني انت غلطان، او انا قلت لك الكلام ده، بيبين ان الراي الاخر ايه؟ مش محترم. وكمان ما بحكمش، يعني ما بستعملش تعبيرات لاذعه، وما بحكمش على الطرف الاخر. كمان الدلائل ان انا بحترم كلام زوجي او كلام زوجتي، ان انا زي ما احنا قلنا بنكرر بعض الكلمات الايجابيه من الحديث، وبتابع المتحدث جيدا اثناء الحديث. قلنا ايه؟ التركيز بالاي كونتاكت ده مهم جدا عشان ابين ان رايه ايه؟ محترم. وممكن اقول كلمات كده بسيطه، معاك حق، او الكلام ده مظبوط، او فعلا. الكلمات البسيطه دي بتبين ان الشخص الاخر ايه؟ بحترم كلامه، او انا متقدر اللي بيقول. كمان اخر نقطه، بطرح حلول عند الاختلاف. ما بقاش بقى انا الراجل وكلمتي اللي تمشي، يعني احنا الاثنين احنا معين نظير، يعني احنا الاثنين بناخد راي بعض وبناخد فكر بعض عشان نطلع الفكره المظبوطه. حاجه بقى، انه دخلت كده على النقطه الثالثه اللي هي الموضوعيه في الحديث. ايه الموضوعيه في الحديث؟ الموضوعيه في الحديث ان انا اهتم بالموضوع اللي فيه المناقشه.
انا ساعات اسيب الموضوع او اسيب المشكله وابتدي ايه اناقر مع شريك حياتي، اقول ايه هو هيفكر في ايه يا سيدي حط المشكله في الارض وبصوا عليها انتوا الاثنين، بصوا عليها ونحل المشكله على فكره او الموضوع اللي فيه المشكله هو المشكله، مش شريك حياتي هو المشكله. لو احنا فكرنا كده هنحل الموضوع. يبقى اذا الموضوعيه ان انا اهتم بالموضوع المراد مناقشته، وما اتحيزش الفكري او اتحيز لرايي، لا انا بدور الصح فين. ممكن زوجتي تبص للامور بعاطفيه شويه وحضرتك تبص للموضوع بعقلانيه شويه، لما نحط العاطفيه على العقلانيه ونخلطهم على بعض يطلع مصلحه للولاد. هي حاسه بالولاد اكتر منك، انت بتفكر 1 2 3، هي حاسه بيهم عاطفيا شويه. لما نحط العاطفه على الفكر والعقل الاثنين مع بعض ونطلع فكره في النص هتثري الموضوع وهتحل مشكله الاولاد احسن ما يقول ايه انا رايي وانا كلمتي هي ايه اللي تمشي. يبقى الموضوعيه ان انا بهتم بالموضوع المراد مناقشته بحياد واتساع افق دون التحيز لراي شخصي. ده بيعمل ايه بقى؟ بيحدث ود وتقارب فكري بيننا وبين بعض. اما الذاتيه في الحوار بتؤدي الى الصراع. ليه؟ لان انا بركز على انا وبس، انا اللي اقوله هو اللي يمشي، ويؤدي الى الصراع وتنافر ويؤدي الى خلافات زوجيه. واحنا بنقول ان احنا بنقعد نتارجح بين الذاتيه والموضوعيه لحد لما يحصل بينا توليفه كده نبقى فاهمين بعض وفاهمين بعض المشاكل اللي تتحل ايه ازاي. يعني لما انا افكر بذاتيه شويه في الاول الزواج كلنا مرينا بيها، بس بيقول لك ايه تخلى عن الذاتيه وخش في الموضوعيه، اهتم بالموضوع الموجود مناقشته وبص على المشكله ان هي الخلاف مش زوجتك الخلاف. بص على المشكله اللي موجوده وحاول تحلها اكتر من تقول ايه رايي او فكري ايه هو اللي يمشي. النقاش الزوجي الذاتي بيبقى انا ضد انت، احنا الاثنين ناقر ونقير مع بعض ونشوف راي مين هو اللي يمشي. ده بيكون بيعمل انقسام مين يفوز مين الراي اللي يمشي. لا، لو احنا فكرنا في كده مفيش مشكله هتتحل، بل بالعكس المشاكل بيننا ايه هتزيد. في النقاش الزوجي الذاتي لا تسمح كرامتي بان اعتذر ولا يسمح كبريائي بان اخرج من النقاش او المعركه مهزوم. ليه؟ مش هقول ابدا انا اسف، مش هقول ابدا انا غلطت، ايه عايز انا فكري ورايي بس هو ايه اللي يمشي. في النقاش الذاتي اختلف معك يعني اعاديك. يعني لو زوجك قال رأي غير رأيك يبقى احنا كده أعداء، لو زوجتك قالت حاجة مختلفة عن اللي انت قالته يبقى احنا كده ايه أعداء، وده مش مظبوط. أما الحوار الموضوعي فبنفكر إن احنا جسد واحد. لو فكرنا إن احنا وقفنا هنا احنا الاثنين وابونا قال كللهما بالمجد والكرامه وقدسهما وان احنا بقينا جسد واحد ويترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته ويصير جسد واحد، يعني انتوا الاثنين بقيتوا كيان واحد، يعني المشكله دي ضدكم انتوا الاثنين، انتوا مش ضد بعض. هيبقى ده الحديث الموضوع. التفاهم داخل الجسد الواحد، احنا كيان واحد ومش هعاقب شريكي لانه مختلف عني. احنا متربيين في بيئات مختلفه، ثقافات مختلفه، بيوت مختلفة، خبرات مختلفة، فلما زوجتي تختلف معايا في رأيي أنا مش هعاقبها عشان هي مختلفة عني. لما زوجي بيفكر بطريقة مختلفة عن اللي أنا بفكر فيها مش هعاقبه عشان هو بيفكر بطريقة تانية. تمام؟ الحوار الموضوعي أؤمن إن الاعتذار مش هينقص من كرامتي. يعني لما اقول ان انا ما كنتش مظبوط او ما كنتش صح في الموضوع دوت، ده مش هيقلل مني ولا مش هيقلل من كرامتي، لان احنا الاثنين ايه جسد واحد. في الحوار الموضوعي مش هتخذ موقف معادي بسبب كون شريكي غير مقتنع برايي. يعني ساعات لما الاقي الطرف الثاني مختلف عني لا وغلط وما يصحش وانا الراجل، طب ليه؟ طب ما احنا الاثنين بنفكر مع بعض عشان نوصل لراي واحد ايه مع بعض. انا كده خلصت النقطه الثالثه من التفاهم والتناغم الزوجي، مش هتقل عليكم، هناخد فن التعامل مع المشكلات وهبقى انا كده تقريبا خلصت. في فن التعامل مع المشكلات عايز اكد على حاجه او اتنين، ان شريك حياتي اهم كتير جدا 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 من المشكله اللي انا بناقشها. تاني، شريك حياتي
اهم من المشكله اللي انا بناقشها. يعني انا لو حطيت المشكله في الارض وبصينا عليها احنا الاثنين، عمري ما هجرح في جوزي او عمري ما هجرح في زوجتي. احط المشكله تحت الرجلين ونبص عليها من فوق. لكن احنا بنعمل ايه؟ بنحط المشكله كده بيني وبين زوجي، يبقى المشكله حجبت الرؤيه، لكن ايوه فصلت، عملت فصل. لكن لما احطها تحت رجلينا هعرف ان انا زوجتي اهم جدا من المشكله وزوجي اهم جدا من المشكله، فانا هعرف احل المشكله. ساعات كتيره بنبص على المشكله مثلا تبقى 6 أو 7، واحد شايفها 7 وواحد شايفها 8، مين صح ومين غلط؟ الاثنين صح، برافو عليك. فاحنا في حاجات كتيره قوي لو بصينا عليها من وجهه النظر الاخر هنشوفها زي ما التاني شايفها. فاذا اول حاجه في فن التعامل مع المشكلات هقول ان شريك حياتي اهم كتير جدا 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 من المشكله اللي انا بناقشها. ولو عرفت كده هحافظ على الود واخلي الاولويه ان انا اهتم بشريك حياتي واحط المشكله دي على جنب. في سفر الامثال في ايه حلوه قوي بيقول لك الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه اخيرا. يعني هقلل من من مضايقتي شويه، هقلل من غيظي شويه وههتم بالطرف الاخر. لما بيقول لك الخناق تيجي تعلى والصوت يعلى، هعمل حاجه اسمها ستوب. ستوب دي مش ستوب للحوار مع شريكي، هعمل ستوب للحوار الهدام. خلاص هنهدى، مش هنكمل كلام، كل واحد يروح لحاله دلوقتي ونبدا تاني بوتيره اهدى عشان الموضوع ما يعلاش وتوصل لخناق. يبقى اول لما تبدا الموضوع يعلى والوتيره تعلى وهنبدا نختلف نقول خلاص ستوب. ستوب مش للحوار، ستوب للطريقه الهدامه في الحوار لحد ما نهدى ونرجع نكمل كلامنا تاني. يبقى مبدا اسمه كفى او ستوب للحوار الهدام وليس للحديث مع زوج. 3 خطوات لحل المشكله الزوجيه وهبقى انا كده خلصت. هصلي من اجل المشكله زي ما حضرتك زي ما قلت، حد قال هنصلي من اجل المشكله. تاني هقعد مع زوجي ونحدد المشكله ونعرف احنا عايزين نحلها ازاي او النقطه الخلاف اللي بيننا. وبعد كده نتبادل الحوار بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. انا اشعر بيه، انا محتاج الى، من فضلك عايزين نعمل كذا كذا. يبقى ال3 حاجات دي لو خدناهم كقواعد ان احنا نحل بيهم اي مشكله، اعتقد ان احنا هنختلف خالص 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 في الحوار. لو خدنا القواعد بتاع الشخص المتكلم والقواعد بتاع الشخص المنصت وبدأنا نتكلم فيها ونحطها في دماغنا واحنا بنتناقش مع بعض، اعتقد الموضوع هيختلف. بنقول في المشكلات الزوجيه قليل من التنازل، قليل من الاتضاع، قليل من الاستماع للطرف الاخر، وهتلاقي المشكله اختلفت في طريقه حلها. انا عامل تمرين نتدرب عليه في البيت اللي فيه ال3 نقط اللي احنا اتكلمنا عليها. انا اشعر بيه، انا محتاج الى، انا محتاج كذا. يعني اكتب رساله بهذه الصيغه في اي مشكله عندك. حد يقدر يشاركني بمشكله عنده يعبر عليها ب3 حاجات دي؟ انا اشعر بيه، انا محتاج الى، اود، وتقول طلبك عشان اتاكد ان دي وصلت لينا كلنا. حاجه واحده بس، مثلا واحد من عند الرجاله وحد من عند الستات، مشكله مواجهاكي في البيت، فانت هتروحي النهارده بعد ما سمعنا الكلمه تقولي انا اشعر بيه، انا محتاجه الى، وتقولي طلبك، انا من فضلك انا عايزه كذا كذا كذا. مفيش مشاكل خالص. حتى يعني ممكن ما تكونش حقيقيه يعني، بس نتاكد ان احنا التدريب بتاعنا وصل مظبوط. انا اشعر بيه، انا محتاجه الى، من فضلك انا عايزه كذا كذا. فرحوني.